ساعات بنفتكر ان التوقف معناه نهاية الرحلة، لكن ساعات بقى التوقف ده بيكون بداية لمرحلة أقوى. بعد الجواز ربنا رزقني بأغلى نعمة في حياتي، ابني وبنتي كانوا يعتبر كل حياتي. بعد بقى ما كبروا وبدأوا رحلتهم في المدرسة حسيت ان ده الوقت المناسب اللي لازم ارجع فيه واكمل رحلتي ورسالتي في التدريس. رجعت وقتها وانا عندي هدف واضح، ما كنتش عايزة بس ارجع اشتغل في التدريس، انا كنت عايزة اعرف ايه اخر التطورات اللي وصل ليها التدريس والمناهج، ازاي اتطورت طرق التدريس، وازاي ابقى مدرسة افضل لاولادي وطلاب. اجتهدت كتير علشان اكون في مكان افضل، وما زلت ممتنة لكل شخص ساعدني ولو بنصيحة صغيرة. في مهنة التدريس اتعلمت دروس كتيرة مش موجودة في الكتب، اتعلمت ازاي اعرف ادير الفصل كويس، وازاي الطلاب يفضلوا منتبهين ومتفاعلين معايا طول الحصة. طورت بقى في مهاراتي في التكنولوجيا وطرق الشرح، كل يوم كنت اتعلم حاجة جديدة تضيف ليا كمعلم. بس رحلتي ما وقفتش هنا، قررت بالرغم من ان انا مدرسة وبالرغم من كل مسؤوليات اللي عليا في البيت والأسرة ان انا ابدأ رحلة جديدة في الدراسات العليا ودراسة الماجستير. الموضوع ما كانش سهل خالص، ازاي هوازن ما بين مسؤوليات بيتي وأسرتي وما بين مسؤوليات شغلي ومسؤوليات دراستي كمان. كان اغلب مرتبي والدخل اللي بيدخل لي بصرفه على المواصلات والكتب والدراسات. ناس كانت بتسألني هو ليه كل المجهود اللي انت بتعمليه ده؟ ليه بتصرفي كل الفلوس دي على حاجات مش هتزود من مرتبك في المدرسة؟ بصراحة انا ما كنتش بصرف فلوس عشان اجيب شهادة، انا كنت بستثمر في نفسي، كنت ببني نسخة من المدرسة اللي انا عايزة ابقى عليها دلوقتي. وبعد كل السنين دي ان افضل استثمار الانسان يقدر يعمله لنفسه انه يستثمر في تطوير نفسه، في علمه ومهاراته وخبراته. كل شيء ممكن يتغير، لكن اللي الانسان اتعلمه هو اللي هيفضل معاه كل حياة. ودي كانت مرحلة من مراحل رحلتي، احكي لكم في الفيديو الجاي قصة جديدة.